كل الناس بتشتكي من البطاطس اللي بالستيك اللي ب60 ريال. لكم عين تسألوني ليش؟ حقول لك ليش. يقول فلان محظوظ في كل شيء يسويه، هذا إنسان فاهم إنه الحظ ما هو ضربة، يعني ما هي ضربة حظ، إنما مجموعة قرارات متراكمة. اللي يقول إنه فلانة تجيها الفرص على طبق من ذهب، هذه واحدة تعرف تجهز نفسها قبل لا تجيها الفرص. اللي يقول فلان ماشي معاه الحظ، هذا إنسان شغال على نفسه. اللي يقول فلانة ما تعرف الحظ الردي، هذه إنسانة فاهمة كيف ينولد الحظ وتزيده. خلينا نتكلم حظ اليوم، لأنه كثير من الناس فاهمين الحظ غلط. الحظ ما هو صدفة، مهارة. كيف يعني؟ الناس المحظوظة اللي بتتكلموا عنهم هذول يسووا أشياء مرة كثير أنتم ما تنتبهوا لها، يزيدوا علاقاتهم، يخوضوا تجارب جديد، يتكيفوا مع المتغيرات اللي بتحصل في حياتهم. الحظ ما يحب الكسالة، عمرك ما تلاقي واحد كسلان والحظ قاعد يغرقه، مستحيل. هذاك حركة، والحركة فيها بالضبط. وكل ما زادت حركتك زادت فرصك. أبغى أقول للأسف، لكن الحظ يحب الناس الاجتماعيين. خذوا على سبيل المثال الناس اللي تشوفوهم مشاهير، فجأة عندهم سيارات، سيبوكم من الإعلانات، فجأة عندهم مطاعم بيوظفوا فلوسهم، فجأة بيسووا شراكة مع جهة ثانية، يعني حب الاجتماعيين. الحظ مو إنك ما تفشل أو تكره أو تخاف من الفشل، الحظ إنك ترجع أقوى من أول. تعلمت الدروس، خلاص فشلت، يلا حرجع، بس هذه المرة أقوى، أفهم ومتعلم. سوشي طيب، الحظ مو سحر، جاهزية واستعداد للفرص. يعني يكون مستعد. قول تخيلوا إنسان هو فعلا يعني جاته الفرص بس ما هو جاهز، أو مو عارف إنه هذه فرصة، فما في جاهزية، فما في حظ. الحظ يحب اللقافة الحميدة، الناس الفضولين. إذا أنت إنسان أو أنت إنسانة سلبية، أنا آسف، الحظ يعني هذا طريقه وأنتوا طريقكم هنا، ما يحبكم، مش سوي له، مو على كيفي. لكم عين تسألوني ليش؟ حقول لك ليش. لأنه السلبي يشوف المشكلة ويكبرها ويجلس يتشكى، أما المحظوظ يشوف المشكلة فرصة لتصحيح حاجة أو استغلالها. الناس الأكثر مرونة فكريا، جسديا، اجتماعيا، محظوظين أكثر على فكرة، خاصة الفكر. فكر مرن مو متحجر. الحظ يحتاج إنسان يشوف ويطلع الفرص من وسط غابة من الأشياء الموجودة والمتراكمة. يعني مو أنا مثلا شايف محلات البرجر بتفتح أقوم أفك محل برجر، ولما أفشل أقول يا الله السوق فاشل. لا، أنت ما لقيت حاجة أو ما لقيت فرصة. يعني مثال في الأيام هذه في رمضان، كل الناس بتشتكي من البطاطس اللي بالستيك اللي ب60 ريال. هل ضربوا لكم حساب؟ لا. هل الناس ما اشتروا منهم؟ إلا. هل في طوابير؟ إلا. هذا حظ ولا مو حظ؟ حظ، لأنهم لقوا فرصة وشافوا فرصة واستغلوها. الحظ مو وراثي، ولا كان أبناء الأثرياء اللي فلسوا شركاتهم كانوا محظوظين؟ ففكروا في النقطة دي. الحظ على فكرة يحب الناس اللي يقولوا إيوة كثير ولا كثير. إيوة اللي فرصة لشغلة يحسوا إنه هم والله ممكن يزيدوا فيها، أو ممكن يتخصصوا فيها، أو ممكن يضيفوا لها، ولا للأشياء اللي ما تناسبهم وللمواعيد اللي ما تناسبهم أو ما هي على جدولهم والناس اللي ما يحتاجون في حياتهم. أمس أتكلم مع عميلة وبتقول لي إنه أنا فجأة لاحظت إنه أنا عندي خبرة مرة كبيرة متراكمة وبتفيدني، وبلاحظ المشاكل حقت الصغار الموظفين إنهم ما هم منتبهين لها وما هم عارفين أنا إيش، أنا خبرة متراكمة. الحظ يحب الخبرة والخبرة المتراكمة ويجيهم أكثر من غيرهم. الحظ ما ينفع بدون استعداد، يعني ماني مستعد جاني الحظ، ما أعرف إنه جاني الحظ. الناس المحظوظة تستثمر في نفسها. الحظ يزيد لما تخرجوا من مناطق الراحة اللي انتوا عملتوها لأنفسكم. أنا قلت مناطق لأنه غالبا ما هي منطقة، هي مناطق انتوا أذكياء داخلها. حبيت أضيف هذه، الحظ مفقود. كلكم تعرفوا قصص الناجحين اللي كانوا فاشلين قبل وفشلوا في مشاريع مرة كثير وفجأة ضربت معاهم. هي ما ضربت معاهم، اتعلموا من أخطائهم. الناس هذه تعتبر الفشل جزء من يومها، جزء من حياتها، فعادي. الحظ يحب الناس اللي يقدروا الفشل. الحظ ما هو مربوط بالمكان بل بالشخص اللي داخل المكان. تقدروا تقولوا انه الحظ لعبة، واللي يعرف للعبة يكسب. سلام.